ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم حكايه كانت اول مره تحصل، وهي حكايه واحد اعمى. والراجل الاعمى ده اتولد وهو اعمى وعاش طول حياته ما شافش اي حاجه خالص، وعلشان كده هنسميه المولود اعمى. وحكايته هنلاقيها في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا في الاصحاح التاسع. تعالوا بقى احكي لكم الحكايه. في مرة ربنا يسوع كان ماشي هو والتلاميذ، وهما معدين في الطريق شافوا واحد أعمى قاعد بيشحت في الشارع. والتلاميذ كانوا عارفين إن الراجل ده من ساعة ما اتولد وهو أعمى ومش بيشوف. وعلشان كده التلاميذ سألوا ربنا يسوع وقالوا له: مين السبب إن الراجل ده يتولد أعمى؟ يا ترى باباه ومامته هما اللي بيعملوا خطايا وحاجات وحشة وعلشان كده ابنهم اتولد أعمى، ولا هو نفسه اللي وحش وبيعمل خطية وحاجات وحشة كتير وعلشان كده اتولد أعمى؟ فربنا يسوع قال لهم: لا باباه ولا مامته ولا هو السبب في إنه اتولد أعمى، لكن علشان تظهر فيه أعمال الله وتشوفوا أنا هعمل إيه مع المولود أعمى ده، لأن أنا نور العالم. وبعد كده ربنا يسوع ميل على الأرض وأخذ منها شوية تراب وحطهم في إيده وتف عليهم فبقوا طين، وقرب من المولود أعمى ودهن عينين المولود أعمى بالطين اللي هو عمله. وبعد ما ربنا يسوع خلص قال له: روح اغسل عينيك في بركة سلوام. والمولود أعمى سمع كلام ربنا يسوع وراح بركة سلوام وغسل عينه من الطين. وأول لما غسل عينه بمية البركة ونزل الطين اللي كان عليها لقى نفسه بيشوف، وكان فرحان جدا لأنه كان أول مرة يشوف النور ويشوف المية ويشوف الناس. والناس كلهم لما شافوه ماشي في الطريق وعينيه مفتحة وشايف بقوا يقولوا: ايه ده؟ هو مش ده المولود أعمى اللي كان قاعد وبيشحت في الطريق؟ وفي ناس تاني كانوا بيقولوا: لا لا مش هو، أكيد ده واحد شبهه. لكن هو لما سمعهم رد عليهم وهو فرحان ومبسوط وقال لهم: أيوة أنا هو المولود أعمى اللي كنت قاعد وبشحت في الطريق. فالناس كلهم قربوا منه وسألوه: انت ازاي فتحت كده وبقيت تشوف؟ فالراجل قال لهم: في إنسان اسمه يسوع عمل طين ودهن بيه عينيا وقال لي روح اغسل عينيك في بركة سلوام، وأنا سمعت كلامه ورحت، وبعد ما غسلتهم من الطين لقيت عينيا فتحت وبقيت أشوف. فالناس كلهم سألوه وقالوا له: طيب هو فين؟ فرد عليهم وقال لهم: مش عارف هو راح فين. وبعد كده ربنا يسوع لقى الراجل اللي فتح له عينيه وقابله واتكلم معاه وسأله وقال له: انت دلوقتي بتؤمن بابن الله؟ فالراجل رد على ربنا يسوع وقال له: مين هو ابن الله وانا اؤمن بيه؟ فربنا يسوع قال له: انت شفته وهو اللي بيتكلم معاك دلوقتي. فالراجل فرح جدا انه شايف ربنا يسوع وبيتكلم معاه، وقال له: طبعا اؤمن، وسجد لربنا يسوع. وكان الراجل مبسوط وفرحان جدا لأن عينيه فتحت وآمن إن يسوع المسيح هو ربنا، لأن مفيش حد قبل كده فتح عينين واحد أعمى غير ربنا يسوع المسيح. تعالوا بقى نحفظ الآية مع بعض. والآية جت في الحكاية وقالها ربنا يسوع عن نفسه. ربنا يسوع قال عن نفسه: أنا نور العالم. يوحنا 9:5. تعالوا نقول مرة كمان: أنا نور العالم. يوحنا 9:5. باي باي يا أصحابي.